بعد ما فريق الابطال اللي اسمه باور رينجرز اتعاونوا عشان يحموا الكريستالة زيو اللي ممكن تدمر كل الحياة على الارض، الحارس الاخضر ريتا خانت فريقها وسرقتها لنفسها، ولما بدأت تدمر العالم الحارس الاصفر اللي كان بيموت ادى للحارس الاحمر زوردون شوية عملات سحرية لازم يخبيها عشان تتكون مجموعة جديدة من الابطال بعد موتهم. زوردون بعد كده دفنهم وقال انهم لازم يدوروا على اللي يستحقوا ويكونوا اقوياء، واول ما خلص دفنهم ريتا ظهرت وقالت انها محبطة من زوردون لانه رفض ينضم لها عشان يسيطروا على العالم. زوردون قال لها ان ده مش هيحصل ابدا، ولما ريتا قالت انها تضطر تخلص عليه رد عليها وقال لها انهم كلهم هيموتوا. وقبل ما ريتا تفهم هو بيقول ايه ضوء ساطع ظهر في السماء ونيزك على الارض، ده خلى ريتا تقع في البحر وتغرق، والباقي من فريقها ماتوا على الارض. بعد سنين ولد اسمه جيسون واصحابه تسللوا الى المدرسه ومعهم بقره، وهم بيخططوا يعملوا ايه بيها سمعوا صفارات انذار جايه ناحيه المدرسه فسابوا البقره وهربوا. جيسون دخل عربيته وجرى بسرعه، لكن لما البوليس جرى وراه خبط في عربيه تانية وسبب حادثه خطيره. بعد 3 أسابيع ابوه سام وصلوا المدرسه في يوم سبت لان المقلب اللي عمله خلاه يروح الاحتجاز. جيسون كمان كان لابس جهاز مراقبه على رجله لانه تحت الاقامه الجبريه. قبل ما ينزل من العربيه ابوه اشتكى من ان جيسون كان قدامه مستقبل مشرق لحد ما دمره بعمل حاجه متهوره، وقال له انه مش مصدق انه ضيع حياته وهيقضي وقته في الاحتجاز مع المجرمين والعيال المتوحشين. جيسون في الاخر قال لابوه انه عمره ما هيفهمه ونزل من العربيه. وهو راح للفصل جيسون وقف في الطرقه وشاف الجاكيت الرياضي بتاعه وكل الميداليات اللي كسبها لفريق كره المدرسه قبل ما يتحبس. كان شكله حزين وهو بيفكر في حياته هتبقى عامله زي دلوقتي. بنت اسمها كيمبرلي دخلت المبنى وراحت لفصل الاحتجاز. بعد شويه جيسون دخل هو كمان، ولما كان لسه بيظبط اموره شاف ولد اسمه بيلي بيتعرض للتنمر من طالب تاني اسمه كولت. جيسون قام على طول ودافع عن بيلي وضرب كولت بالقلم. الكل اتصدم وجيسون حذر كولت انه ما يضايقش بيلي ولا حد تاني في الفصل. بعد كده رجع قعد مكانه. المدرس دخل لكن كيمبرلي جالها رساله من صحابها تطلب منها تيجي الحمام. استأذنت وخرجت من الفصل، ولما وصلت الحمام صحباتها بدوا يسخروا منها عشان هي في الاحتجاز، وواحده منهم قالت انها تستاهل عشان نزلت صور خاصه بيها على الانترنت. كيمبرلي انكرت وقالت انها ما عملتش كده، لكن صحباتها كانوا خلاص شايفينها شخص مش تمام وما ينفعش يثقوا فيها، وقالوا لها انهم هيبعدوا عنها. كيمبرلي كانت زعلانه جدا، ولما اصحابها مشوا بصت في المرايه وقررت تقص شعرها. بعد يوم طويل الطلاب اللي في الاحتجاز رجعوا بيوتهم، وبيلي شكر جيسون على مساعدته ليه. جيسون قال له انه ما بيحبش المتنمرين وانه مش حاجه كبيره انه يقف قدامهم. بيلي بعد كده بيساله لو ممكن يتقابلوا بالليل، بس جيسون بيقول له انه لازم يكون في البيت الساعه 7 عشان الاقامه الجبريه. بيلي بيقول انه يقدر يحل الموضوع لو جيسون وصل بيته قبل الساعه 7. بيضيف انه لو جيسون وافق يساعده ممكن يديه العربيه بتاعه امه لبضع ساعات. جيسون عجبته الفكره بس قال له انه هيشوف. لما رجع البيت جيسون سمع سام بيشتكي لامه من اللي عمله ابنهم، وده خلاه يتضايق فقرر يخرج من البيت ويروح لبيلي. وصل هناك قبل الساعه 7 بشويه دقايق، وبيلي كان متفاجئ انه شافه مع ان بيلي كان بيتكلم طول الوقت. في الاخر فك جهاز المراقبه من رجل جيسون. جيسون كان مبسوط جدا وشكر بيلي على مساعدته. بعد ما خرجوا من البيت بالعربيه الفان بتاعته ام بيلي اخذ جيسون لمناجم دهب كان بيروحها مع والده الله يرحمه ويحسن اليه. لما وصلوا للبوابه جيسون لاحظ ان المكان منطقه محظوره، بس بيلي قال له يكمل سواقه. بعد ما وقفوا بالعربيه بيلي طلب من جيسون يساعده عشان يشيل صندوق متفجرات جنب واحده من الصخور الكبيره في المنجم. رغم ان جيسون ساعد بيلي، قال له ان ده مش جزء من الاتفاق وانه كان مفروض يستخدم العربيه باقي الليل. بيلي قال له انه مش لازم يمشي لانهم ممكن يتقسموا اي حاجه يلاقوها في المنجم. بيلي اضاف ان الحكومه هتفجر المنجم ده كمان كام يوم، هو بس عايز يشوف هيقدر يلاقي قبل كده. لكن جيسون ما كانش مهتم وراح راجع للعربيه. قبل ما يمشي صادف كيمبرلي وهي بتحاول تعوم في النهر القريب. لما ناداها باسمها بصت له متفاجئه وقالت له انها ما كانتش فاكره انه يعرفها اساسا. بعد شويه مشوا بعيد عن النهر، وكيمبرلي سالته لو كان بيتبعها بس هو قال لها انه جه مع بيلي. كيمبرلي قالت له انها ساكنه قريب وانها بتيجي الجبال عشان تتفرج على المدينه وتفكر ازاي مكان صغير زي ده ممكن يسبب لها كل البؤس ده. جيسون قال لها انه فاهم ده عشان اللي حصل له، وكيمبرلي قالت له انها عارفه هو بيتكلم عن ايه. لما سالته ليه ما مشيش من المدينه لسه، جيسون قال لها انه هيبقى مبسوط لو هي وافقت تمشي معاه. قال لها انه معاه فان وانهم ممكن يتمشوا دلوقتي. كيمبرلي لقت الموضوع مضحك بس قالت له انها مش معترضه على فكره انها تمشي دلوقتي. في مكان تاني ولد اسمه زاك شاف بنت اسمها تريني بتتامل في جنب تاني من المنجم، وهو بيتفرج عليها ما قدرش يمنع نفسه من التفكير هي مين. بعد شويه بيلي فجر المتفجرات وكل الناس في المنجم سمعوا الصوت. جيسون وكيمبرلي جريوا بسرعه عشان يشوفوا بيلي، بس لو زاك بيتهم بيلي انه دايما بيجي المنجم يحفر حاجات مختلفه. جيسون بعد كده خلى زاك يسيب بيلي اللي اعتذر وقال انه ما كانش متوقع الانفجار يكون بالصوت العالي ده. فجاه تريني وقفت فوق جبل وسالتهم هم بيعملوا هناك مع ان المكان محظور. زاك لقى الموضوع مضحك لانه دايما بيشوفها هناك، بس تريني تجاهلته. في اللحظه دي بيلي لاحظ ان الجبل بيتهز، ولما الكل كانوا متلخبطين الجبل انهار في الاخر، بس ما حصل لهمش اي حاجه.
حاجه. بيلي بعد كده شاف نوع غريب من الزجاج ورا الجزء اللي وقع من الجبل. الكل كانوا متشوقين، ولما قربوا اكتر شافوا شويه عملات غريبه جوه الزجاج. على طول زاك كسر الازاز عشان يطلع العملات. كل واحد خد عمله وبدا يبص لها، وفجاه سمعوا صوت سفارات امن المنجم جايه ناحيتهم. كل واحد فيهم راح في طريق مختلف، بس بيلي وجيسون بسرعه دخلوا العربيه عشان يمشوا. بيلي كان قلقان على الباقيين وسال لو يسيبوهم هناك، فجيسون سأل ناحيه تريني وكيمبرلي عشان ياخدهم. بعد ما بيلي مسك الدركسيون جيسون ساعد البنات يدخلوا العربيه. لما بيلي سال عن زاك جيسون قال له يكمل السواقه لان رجال الامن المنجم قربوا منهم. المفاجاه ان زاك في الاخر نط على العربيه وجيسون ساعده يدخل. بعدين لاحظوا ان في قطار جاي على الطريق الوحيد اللي ممكن يهربوا منه. جيسون شجع بيلي يسوق بسرعه عشان يعدي القطر قبل ما الشرطه تيجي. بيلي ما كانش متاكد انه هيقدر يسبق القطر، ولما ساق قدام القطر العربيه اتخبطت جامد ووقعوا من على جرف. في مكان تاني شويه صيادين كانوا بيخرجوا شبكه من الميه بعد ما اصطادوا حبه سمك كتير زي الفل. لما فرغوا الشباك على المركب شافوا كائن شكله غريب لكن ما عرفوش هو ايه. بدل ما يرموه ارتكبوا مصيبه كبرى وحطوا الكائن الغريب في الفريزر مع السمك. بعد ما قفلوا عليه الكائن فتح عينه وطلع انه ريتا اللي كانت تحت الميه لفتره طويله. ثاني يوم الصبح جيسون صحى في اوضته وكان مصدوم لانه مش فاكر انه رجع البيت بعد الحادثه. لما فتش جيبه لقى عمله حمراء من المنجم في جيبه. جيسون كان لسه متلخبط لانه مش عارف رجع البيت ازاي، لكن وهو في الحمام كسر حوض الوش بالغلط وهو بيحاول يمسكه. كيمبرلي كمان اكتشفت انها بات عندها قوه خارقه لما كسرت موبايلها بايدها. لما بيلي صحى ما كانش مصدق انه نجا من الحادثه، بس وهو بيحاول ياخد حاجه من وحده التخزين بتاعته كسر الباب واكتشف ان بقى عنده قوه خارقه. وكمان في نفس اليوم في المدرسه كولت قرب من بيلي وقال له انه هيكسر له معصمه عشان خلى جيسون يضربه اليوم اللي فات. الغريب انه كولت ما قدرش يعمل كده، ولما اتضايق خبط بيلي براسه بس هو اللي وقع على الارض. كل الطلاب في المدرسه كانوا مصدومين وشكروا بيلي لانه وقع كولت. في مكان تاني جيسون شاف كيمبرلي في المدرسه وسالها لو حسب حاجه غريبه. هي قالت له ازاي كسرت موبايلها، وهو قال لها انه هو كمان حاسس بقوه كبيره. لما قال ان ده مش طبيعي قرروا انهم لازم يلاقوا بيلي. كيمبرلي راحت تنادي بيلي وهو بيحكي لطلاب تانيين ازاي غلب كولت. لما اتقابلوا مع جيسون سالوا لو حاسس بحاجه غريبه، وبيلي قال انه صحى لقى نفسه قوي جدا. لما حط العمله بتاعته على الترابيزه كيمبرلي وجيسون عملوا نفس الشيء وبداوا يتساءلوا لو ده ليه علاقه بالقوه الجديده اللي عندهم. فجاه العملات بدات تطفو على الطاوله، ولما نزلت الترابيزه بدات تتهز وكل اللي عليها وقع على الطلاب اللي واقفين جنبهم. جيسون قال لبيلي وكيمبرلي انهم لازم يرجعوا لمنجم الذهب. في مكان تاني واحد من الصيادين اللي كانوا في الليله اللي فاتت كلم الشرطه عشان تيجي وتشوف الكائن اللي لقوه في البحر. لما الضابط دخل الفريزر ريتا صحيت وقتلته قبل ما تهرب. في نفس الوقت جيسون وبيلي وكيمبرلي وصلوا لمنجم الذهب ولقوا زاك هناك بالفعل. بعد ما سالوه لو لقى حاجه تانية قال لهم انه ما لقاش. كمان بيسالوه لو حاسس بحاجه مختلفه فبيشرح انه بقى قوي جدا. بعدين بيقول ان تريني كانت هنا من شويه وممكن يكون عندها قوه برضه. وهم بيبصوا حواليهم بيشوفوا تريني على جبل، لكن لما بيطلبوا منها تستنى بتطلع بسرعه وتجري بعيد. جيسون والباقيين بيجروا وراها، وتريني في الاخر بتقف عند حافه جرف لما بيكونش في مكان تاني تهرب له. كيمبرلي بتقول لها انهم محتاجين يكونوا مع بعض عشان يفهموا ايه اللي بيحصل لهم. تريني مش باين عليها انها مهتمه وبتنط وتفط من حافه الجرف للجبل التاني. كيمبرلي والباقيين مصدومين، لكن زاك بيقفز وراها وبيوصل للناحيه التانيه برضه. جيسون وكيمبرلي بينطوا، لكن بيلي باين عليه انه خايف يعملها. الكل بيشجعه يقفز لانه عنده قوه، لكنه لسه باين عليه خايف. لما في الاخر بينط بيقع تقريبا لكنه بيتماسك بحافه الجرف. بعد ما بيطلع بيفقد التوازن وبيقع في حفره كبيره. الباقيين باين عليهم مرعوبين وبيفكروا ان حياته انتهت، لكن فجاه بيسمعوا صوته بيقول لهم انه كويس. كمان بيقول ان في حاجات تحت لازم يشوفوها ناو. زاك بيقفز فورا وجيسون بيلحقه، ولما تريني بتكون على وشك تمشي كيمبرلي بتاخدها وتقع معاها في الحفره. كلهم بينزلوا في بركه صغيره ولاحظوا انهم بيشعوا بالوان مختلفه. فجاه بيلي بيكتشف ان البركه ليها طبقه غريبه بتؤدي لمكان ما فيهوش ميه. لما كلهم بيعدوا بيشوفوا سفينه فضائيه قديمه وبيندهشوا جدا. بعد شويه جيسون بيلاحظ ان عملته بتشع وده بيخلي باب يفتح. لما كلهم بيدخلوا زاك بيسال لو في احتمال يكون في كائنات فضائيه حواليهم، لكن جيسون بيقول له يسكت، مع ان جيسون والباقيين عايزين يشوفوا المكان. تريني بتقول انهم شافوا كفايه ولازم يمشوا حالا مالا فعلا. هم بيحاولوا يقولوا لها تهدى. بعد ما حركه السفينه بتبدا تشتغل كلهم بيجروا يستخبوا، لكن لما نور بيشع ناحيتهم كلهم بيتسحبوا تاني لغرفه التحكم في السفينه. هناك بيشوفوا روبوت اسمه الفا 5 واقف قدام تريني. زاك بيظن انه عايز يأذيها بيجري ناحيته، لكن الفا 5 بيدفعه بعيد والباقيين بسرعه بيقوموا يستعدوا للقتال. الفا 5 بيقول انه كان مستنيهم كلهم. بيلي بيساله بقالك قد ايه مستنينا يا وحش؟ فبيرد عليه ان بقاله 65 مليون سنه منتظرهم. بيلي والباقيين باين عليهم مصدومين، لكن لما بيبداوا يخططوا ازاي يهربوا الفا 5 بيقول لهم يقفوا على منصه فيها كره جواها. مع انهم خايفين في الاخر بيعملوا كده، وبيظهر وعي زوردن على الشاشه. زوردن باين عليه مش فاهم اللي بيحصل وبيزعل الفا 5 بيساله ازاي راجع على السفينه. جيسون واصحابه باين عليهم
خايفين وبيفكروا يهربوا. الفا 5 بيقول انه حبس روح زوردون جوه السفينه بعد اللي حصل من سنين. كمان بيضيف انه صح زوردون لان الحراس الجدد رجعوا العملات للسفينه لما بيكونوا على وشك يهربوا. زوردون بيسال هما مين، والفا 5 بيمنعهم من المشي. لما بيبص عليهم زوردون بيبان عليه مصدوم وبيقول انهم صغيرين قوي. الفا 5 بيقول انهم مراهقين وان العملات هي اللي جابتهم للسفينه. زوردون بيقول انه طالما ان العملات ما بتغلطش فباين انهم لقوا الحراس الجدد. زاك بيبان عليه متلخبط من اللقب الجديد. بيلي كمان بيسال هم المفروض يعملوا ايه. زوردون والفا 5 شرح لهم انه شغلانتهم هي حمايه كريستالة زيو لانها لو وقعت في الايادي الغلط هتمسح كل الكائنات الحيه من على هذا الكوكب. بس هم لسه واقفين ومش فاهمين حاجه. فزوردون وراهم لقطات من المستقبل اللي فيها ريتا خوفتهم بعد ما حولت كل الناس لتماثيل. جيسون والباقيين وشهم قلب ابيض وسالوا زوردون ليه وراهم هذا الكابوس، فرد عليهم ان ده اللي هيحصل لو ما عملوش شغلهم وحموا كوكب الارض. وزود عليهم ان الست اللي شافوها دي اسمها ريتا وهي اللي هتحاول تسرق كريستالة زيو اللي مستخبيه في بلدهم. لما سالوه هي ترجع امتى وممكن يقاوموها امتى، الفا 5 قال ان ريتا هترجع قوتها الكامله بعد 11 يوم. كمل الفا وقال ان بعد ما قوتها ترجع هتستدعي وحش اسمه جولدار اللي هيساعدها تخلع الكريستالة وتدمر كل حاجه على الكوكب. تريني قالت انها مش حاسه انها تنفع الكلام ده وسالت لو ينفع تمشي. الفا 5 قال لها عادي، فكلهم اتحركوا ناحيه الباب. لكن زوردون وقف جيسون وقال له انه لازم يجمع كل الرينجرز لانه هو الرينجر الاحمر. زوردون كمل وقال ان هو كان الرينجر الاحمر في وقته لكن فريقه فشل يحمل كريستالة. وحذر جيسون ان فريقه ما ينفعش يعمل نفس الغلطه. جيسون قال انه ما بيتكلمش غير عن نفسه لانه مش شايف نفسه قائد. زوردون اصر وقال له انه قائد غصب عنه ولازم يرجع الكل عشان يبداوا تدريبهم. جيسون خرج قبل الباقيين مستنينه بره سالوه عن قوتهم ولو ريتا فعلا حقيقيه. فرد جيسون انه متاكد ان كل الاجابات اللي محتاجينها جوه السفينه الفضائيه وقال لهم انه مش هيقدر يجبرهم يرجعوا بس هو هيكون موجود بكره عشان يبدا تدريبه ولو عايزين يجوا معاه يبقى خير وبركه، مش عايزين مهم يغوروا في داهيه. بعدها كلهم راحوا على بيتهم وتاني يوم جيسون راح المنجم الذهبي ولقى ان باقي الرينجرز موجودين. دخلوا السفينه الفضائيه تاني وزوردن قال لهم انه عشان يبقوا باور رينجرز في شويه قواعد لازم يمشوا عليها واكد انهم ما ينفعش يكشفوا عن هويتهم الحقيقيه وما ينفعش يدخلوا لاي قتال او خناقه الا لو اضطروا وما ينفعش يستخدموا قوتهم لمصلحتهم الشخصيه. زوردن كمل وقال لهم ان عشان يقدروا يوصلوا لهويتهم كرينجرز لازم يمرفوا ويبقوا ابطال بجد. الرينجرز كانوا مش فاهمين قصده ايه والفا 5 طلب منهم يقفوا في مكان معين قدام شبكه المورفنج. زوردن قال ان المورفنج هيخليهم يجيبوا دروعهم وكل اللي محتاجينه انهم يتواصلوا مع بعض. الرينجرز ما كانوش فاهمين قصده والشبكه ما اشتغلتش معاهم. زوردن كان مصدوم والفا 5 قال انه مش فاهم ليه ما اشتغلتش. زوردن قال لالفا 5 يسيبهم يكملوا تدريبهم من غير دروع. الفا 5 قال ان الموضوع مش هيبقى سهل عليهم لكن زوردن اصر انهم لازم يبداوا تدريبهم فورا. بعدها الفا 5 خدهم لمكان التدريب اللي اسمه الحفره ووراهم وحكى لجيش ريتا. زاك افتكر انهم مجرد هولوجرام لكنه اكتشف بسرعه انهم حقيقيين. بدون ما يضيع وقت الفا 5 بدا يدربهم وبرغم ان الموضوع كان صعب في الاول الا انهم بداوا يتعلموا شويه حاجات تفيدهم في معركتهم ضد ريتا. بعد كام يوم الفا 5 قال لبيلي ان المعلومات اللي محتاجينها عشان يحددوا مكان الكريستالة ضاعت في معركه من سنين ومفيش اي طريقه الى هو دلوقتي. بيلي بدا يدور بنفسه على الكريستالة وبعد شويه اكتشف انها مدفونه تحت محل كريسبي كريم في المدينه. في مكان تاني ريتا بدات تلف في الشوارع وتجمع اي حاجه دهب تلاقيها وهي بترتب الحاجات. واحد شافها وسالها بتعمل ايه، ردت وقالت انها محتاجه الذهب عشان بتعمل جولدار. الراجل ما كانش فاهم ولما ريتا شافت ان عنده دهب في اسنانه خلصت عليه واخدت سنانه منه. تاني يوم الفا 5 ورى الرينجرز روبوتات كبيره اسمها زوردز. قال انه عايز بس يحمسهم عشان يفضلوا يركزوا في التدريب لحد ما يمرفوا. وضح كمان انهم ما ينفعش يستخدموا الزوردز دلوقتي لانهم لسه ما مرفوش. واضاف ان لما يمرفوا هيبقوا جزء واحد مع الزوردز بتاعتهم. وهم طالعين يكملوا تدريبهم زاك فضل ورا وخد واحد من الزوردز وخرجه بره. للاسف ما عرفش يتحكم فيه كويس وخبط جوه مركز التدريب وكان هيخلص على زمايله بالعافيه. جيسون اتنرفز عليه ودخل معاه في خناقه عشان تصرفه كان طائش. بيلي فصل بينهم عشان ما يأذوش بعض وفجاه بيلي عمل مورف وبقى الرينجر الازرق والباقيين اتصدموا جدا بس للاسف درعه اختفى قبل ما حد منهم يلمسه. زوردون كان باين عليه الغضب من اللي حصل وقال لهم يمشوا. كيمبرلي قالت له ان بيلي عمل مورف فعلا لكن لما زوردون طلب منه يعملها تاني فشل. زوردون قال انهم ضعاف ولازم يمشوا فورا. وهم طالعين زاك قال لهم انه هيبات الليل على الجبل ومش هيزعل لو حد حب يقعد معاه. الكل وافقوا يستنوا بس جيسون رجع السفينه الفضائيه عشان يتكلم مع زوردون. لما دخل سمع زوردون بيقول لالفا 5 انه محتاج يسيب الشاشه ويرجع بشكله البشري. الفا 5 قال له انه لازم يستنى لحد ما الرينجرز الجداد يمرفوا عشان يقدر يستخدم طاقتهم ويستعيد قوته ويخرج من الشاشه. جيسون ما كانش مبسوط باللي سمعه وقال انه مش مصدق ان زوردون كان بيستغلهم لمصالحه الشخصيه. زوردون قال له انه كلهم عايزين نفس الحاجه وهي هزيمه ريتا وانه عايز يبقى حر عشان يقدر يساعدهم. جيسون ما ردش عليه وخرج. في الوقت ده ريتا راحت محل مجوهرات وبدات تاكل سلاسل الذهب اللي جوه. الموظفه اتصلت بالشرطه فورا لكن
لما الضابط وصل ريتا طلعت تابعين ليها من الارض وبعدتهم يخلصوا على الراجل ويدمروا المحل. في الوقت ده جيسون خرج من السفينه الفضائيه وزاك ساله حصل ايه جوه، لكنه قال له ما فيش حاجه يا برو. جيسون سال بيلي ازاي مورف، لكنه قال له مش عارف. زاك قال ان السبب انهم ما مرفوش لحد دلوقتي هو انهم مش عارفين بعض كويس. بعد كده بدا يعرفهم بنفسه وقال انه عايش مع امه اللي تعبانه وخايف تفرقه قريب. بيلي اتكلم بعد كده وقال انه مش وحش زي والده زي ما كان متوقع، وانه اتحبس في الحجز عشان فجر علبه اكله. الكل ضحك عليه، لكن لما قال له زاك يكمل قال لهم انهم عارفين هو عمل ايه. كيمبرلي قالت لهم يتخطوها، فتريني بدات تحكي عن مشاكلها المستمره مع اهلها. بعد ما خلصوا كلامهم كلهم راحوا على بيوتهم. في وقت متاخر من الليل ريتا وصلت لبيت تريني وقالت انها حاسه انها الرينجر الاصفر، وقالت كمان انها جات لها لانها شايفه نفسها فيها، ووضحت انها ناويه تدمر المدينه بكره، لكنها تسيب تريني لو دلتها على مكان الكريستاله. تريني قالت انها ما تعرفش مكانها، لكن ريتا قالت انها متاكده انه واحد من الرينجرز التانيين عارف. في مكان تاني كيمبرلي تسللت لبيت جيسون وقالت له انها شايفه ان السبب في انهم مش قادرين يمرفوا. كمان اعترفت ان هي اللي سربت صور صاحبتها لانها كانت غاضبه، قالت انها شخص سيء، لكن جيسون قال لها انها مش كده وان كل اللي محتاجاه انها تحاول تبقى شخص احسن. بعدها بوقت قصير جالهم رساله من تريني بتطلب منهم يقابلوها في ملعب المدرسه. لما وصلوا لهناك تريني قالت لهم اللي حصل وان ريتا حاولت تعرض عليها صفقه مقابل مكان الكريستاله. جيسون سالها عن مكان اللقاء، فقالت له ان ريتا هتكون في المينا عند الارصفه، رغم ان الباقيين كانوا شايفين انهم مش جاهزين. جيسون شجعهم على مهاجمه ريتا والتخلص عليها، كلهم وافقوا وراحوا للمينا. للاسف ريتا غلبتهم وربطتهم في مركب. بدات تسال كل واحد فيهم عن مكان الكريستاله. لما وصلت لبيلي هددت بالتخلص عليه، ورغم انه في الاول رفض يقول لها حاجه، لكنه في الاخر قال لها ان الكريستاله تحت محل كريسبي كريم. ريتا قالت انه ضعيف ولازم تخلص على واحد منهم عشان زوردون يحترمها، وهم كلهم خايفين. ريتا ضربت بيلي بعصا سحريه ووقع في الميه وشكله كده حياته انتهت. بعدها مشيت وقالت انهم مش خصوم قادرين يستحقوا القتال ضدها لسه. في الوقت ده جيسون والباقيين فكوا نفسهم بسرعه وطلعوا بيلي من الميه، لكنه كان فقد الوعي. كيمبرلي اكتشف انه حياته انتهت وكلهم كانوا مرعوبين. رغم كده كيمبرلي قالت لهم يشيلوه وياخدوه للسفينه الفضائيه. كانوا حزنانين مدريانين لكنهم شالوه للسفينه. جيسون تواصل لزوردون عشان يساعدهم يرجعوا بيلي للحياه، لكن زوردون قال له انه ما عندوش القوه دي. جيسون كان حزين وقال لزمايله انه اسف لانه قدم للمعركه وهم لسه مش جاهزين، وقال انه لو يقدر يبدل حياته بحياه بيلي كان هيعمل كده. كيمبرلي وزاك وتريني قالوا نفس الكلام، وفجاه شبكه المورفنج بدات تطلق طاقه قويه. الفا 5 قال لزوردون ان دي فرصته يرجع للحياه، وفجاه اختفى من الشاشه. هم متلخبطين بيبصوا لبعض. زوردون ظهر تاني والفا 5 سالوا ليه ما خرجتش من الشاشه. زوردون قال لجيسون انه ما ينفعش يكون غير رينجر احمر، واكتشفوا ان بيلي رجع للحياه بعدها. زوردون قال لجيسون ان ما ينفعش يكون في غير رينجر احمر واحد بس، ولازم يقود فريقه عشان ينقذوا العالم. جيسون وافق وقال انه هيعمل كده، والرينجر الجداد وقفوا على شبكه المورفنج عشان يكملوا عمليه التحول. في مكان تاني ريتا صنعت جولدار وقالت له انهم لازم يدمروا المدينه وياخدوا الكريستاله. جيسون وفريقه خرجوا من السفينه الفضائيه وهم لابسين دراعهم بالكامل. يا سلام! اتباع ريتا هاجموهم لكن الرينجرز قدروا يهزموهم. زاك ظهر بالزرد بتاعه وساعد زمايله يكسبوا المعركه. كلهم كانوا مبسوطين، لكن بيلي لاحظ ان ريتا بدات تاخد جولدار لمحل كريسبي كريم وهم قلقانين. كيمبرلي قالت لازم يوقفوها، وكلهم ركبوا الزوردز واتجهوا للمدينه. ريتا بدات تدمر اجزاء من المدينه، لكن وهي رايحه تاخد الكريستاله الباور رينجرز وصلوا بزرداتهم وحاولوا يضربوها هي وجولدار. ريتا كانت مصدومه لكن لسه شايفه انهم مش قادرين بالمواجهه، فبعتت اتباع يهاجموهم. للاسف ده عمل مشكله للرينجرز وفضلوا يعانوا عشان يقدروا يصدوا هجوم اتباع ريتا. في الوقت ده سام كلم جيسون وهو سايق في المدينه وسط الفوضى، وهو بيسال ابنه فين وبيقول له انه بيدور عليه. جولدار دمر جزء من الطريق وعربيه سام عملت حادثه كبيره. جيسون كان مصدوم لما شاف ده وخرج من الزرد بتاعه وبدا يحارب بعض من اتباع ريتا قبل ما يوصل لعربيه سام. جيسون حاول يساعده وسام كان مرعوب جدا، لكن لما جيسون نادى باسمه اتصدم وسمح للرجل الاحمر انه يساعده. في نفس اللحظه تقريبا بيلي خبط جولدار بزرد وعمل انفجار. جولدار وريتا وقعوا واتباعها ماتوا. الباور رينجرز افتكروا انهم كسبوا، لكن جولدار استعاد قوته واعاد احياء ريتا. الرينجرز اتصدموا وهم بيشوفوا ريتا بتطلب من جولدار انه يكسر جزء من الطريق اللي الكريستاله متخبيه تحته، وقبل ما يقدر ياخدها الرينجرز وقفوا خط الدفاع قدامه، لكن ريتا قالت لجولدار انه يسحقهم ويرميهم في الحفره. الرينجرز حاولوا يهاجموه لكنه كان قوي جدا بالنسبه لهم، سحقهم وبدا يرميهم ببطء في الحفره. الرينجرز بدأوا يفتقدوا الهواء وافتكروا
افتكروا انهم خسروا وجولدار رماهم في الحفرة، لكن هم بيوصلوا للكريستالة الرينجرز خرجوا من الحفرة في ميجازورد واحد، وده خلى ريتا مصدومة. الرينجرز نفسهم كانوا مصدومين انهم عايشين، ولما استعدوا يهاجموا جولدار ريتا اندمجت معاه. لما بدت المعركة الرينجرز اشتغلوا مع بعض واسقطوا جولدار، لكن وهم على وشك يخلصوا عليه ريتا قالت لهم يستنوا، قالت لهم انهم مش هيكسبوا لان في ناس تانيين هيجوا يدوروا على الكريستالة بعدها. اضافت انهم عارفين انها مش بتكذب. جيسون قال انه مش عارف وانها لازم تديهم عصاها وتوافق انها تتاخد لزوردن عشان يحكم عليها. ريتا ما عجبتهاش الفكرة وهجمت الميجازورد، لكن جيسون ضربها ضربة خلتها تطير في الفضاء وتتجمد. جولدار اتدمر والرينجرز ضحكوا على ضربة جيسون لريتا. سكان المدينة قربوا من الميجازورد وبدوا ياخدوا صور، والباور رينجرز كانوا فرحين جدا. بعد ما سابوا المكان رجعوا لحياتهم الطبيعية وبقوا اصحاب مقربين في الحجز، رغم انهم في الاول كانوا بيعانوا عشان يمروا ويبقوا باور رينجرز. جيسون وفاروق في الاخر سيف ذا داي وضمنوا ان كريستالة زيو فضلت بامان. رحلتهم ما كانتش سهلة وكان في لحظات خوف وشك، لكنهم عمرهم ما استسلموا لبعض او لمهمتهم. وكمان اكتشفوا انهم عشان يهزموا اكبر عدو ليهم لازم يتحدوا ويبقوا واحد كميجازورد. وده بيوضح لنا ان في بعض الاحيان اكبر التحديات ممكن نتغلب عليها لما نشتغل مع بعض وندعم بعض. يا سلام. اما فيلم عبرة صحيحة. ولحد هنا يكون ملخصنا انتهى، ونشوفكم في ملخصات جديدة. فما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركونا براكم في الكومنتات عشان نتكلم مع بعض حبة كلام زي الفل. الفيلم ده من تسجيلي وتلخيصي ومونتاجي. كان معكم اخوكم المعلق الناري من قناتكم ملخصات بتعليق ناري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.